السلام عليكم يا شباب. النهارده حبيت اعمل حاجه ايجابيه في ظل الظروف اللي موجود فيها مصر دي، بان احنا نقدم ايه اللي ممكن يطور مصر. فانا عملت برنامج لتطوير مصر في خلال 9 شهور. تمام. نبدا في البرنامج على طول وبعد كده نتكلم في حاجات تانية. البرنامج ده هياخد 3 شهور تجهيز، 3 شهور تنفيذ، 3 شهور نتائج وتعديل. اول حاجه اتناولها في البرنامج بتاعي هو الاعلام عباره عن تلفزيون وراديو وانترنت، اعلانات في الشارع. تمام. اول حاجه انشاء قناه توعيه والقاء محاضرات علم نفس سلوكي تحت اشراف خبراء علم النفس والاجتماع عن الاشياء الاتيه: 1. اداب التواجد في الاماكن العامه. 2. اداب استخدام المصالح الحكوميه وغيره. 3. اداب استخدام المواصلات. 4. تعريف بالقانون المصري، بعض القوانين اللي انت بتتابعها في حياتك كلها، وتعريف بالقوانين اللي ممكن تسن جديده وازاي استخدمها وايه هي فايدتها. تمام. طبعا لا يمكن الحجر على الاعلام باكمله، ولكن سوف يتم الاشراف التام على الاعلام وخاصه برامج الاطفال، لان هو ده نتاج شباب المستقبل او اللي هيبنوا الوطن. وايضا على البرامج الحواريه ومحاكمه اي حد هيغلط، هيقول اي حاجه على حد بافتراء بدون دليل، محاكمته واقل حاجه في الحكم عدم ظهوره في التلفزيون مره اخرى، او عدم ظهوره في الاماكن دي، التلفزيون او راديو او اعلانات مره اخرى. تخصيص 5 دقائق على كل القنوات، على كل القنوات المصريه. طبعا ما اقدرش اتحكم في قنوات مش مصريه. تخصيص 5 دقائق بعد كل ساعه تتكلم عن الحاجات اللي انا بعلنها اصلا في القناه بتاعتي، بس عشان في ناس ممكن ما تتفرجش على القناه دي هتقدر تتفرج على القنوات التانية. في كل ساعة في 5 دقايق تنويه، آداب حوار، آداب مؤسسات عامة، آداب كذا، أو عن القانون. تمام. القوانين دي هتتم التعامل بيها بعد 3 شهور. في قوانين هتطبق بعد 3 شهور، في قوانين بعد 3 شهور هيتم التجهيز ليها. بعد ما انت عرفت عنها هيتم التجهيز ليها، وبعد 3 شهور اخرى ستطبق. بعد ال6 شهور دول مفيش اعذار انك ما تعرفش القانون، مفيش اعذار انك انا عملت كده لان ما اعرفش. مين اللي هيعرفني؟ لا، انت عرفت، انت عندك قناه 24 ساعه شغاله بتقول لك القانون وازاي هيتطبق وايه فايدتك، الفايده اللي هتقعد عليك منه. تمام. فكده مفيش اعذار، ولازم الحد هيطبق. يعني لما اطبق قانون هطبقه على الكل وهيطبق بصرامه. تمام. استخدام مواقع التواصل الاجتماعي طبعا والسوشيال ميديا، هستخدمها في التوعية دي برضو. هستخدم الراديو، هستخدم الإعلانات في الشارع، أحط حاجة توعية في الشارع بدل كلها إعلانات وخلاص، لا، هستخدم بعض اليوفط دي في التوعية. تمام. طبعا السوشيال ميديا برضو هستخدمها في ان انا اتقبل كل الاقتراحات من الشباب، من الخبراء، من اي حد مهما كان، باخدها وادرسها واشوف اذا كان هتصلح ولا مش هتصلح، وبعد كده اطبقها. طبعا تفضل ان الاقتراحات دي تناقش على الهواء في القناه اللي احنا عاملينها، تناقش على الهواء ونشوف وصلنا لايه فيها، عشان يحصل فيه مداخلات وكلام من ده، في كلام هادف مش كلام ملوش لازمه. تمام. ده اول حاجه بالنسبه للاعلام. ندخل بعد كده لازاي نلغي الفساد من البلد. اول حاجه القطاع الحكومي وقطاع الشرطه والقضاء والحاجات دي كلها لازم يتم فلترته، تنقيته. ازاي هيتنقى؟ طبعا مش حاجه كويسه ان اقول ده يطلع بره وده يطلع جوه وكلام من ده، ما ينفعش. هنعيد انتقاء العاملين في المناصب الحاكمه للدوله، واولها الشرطه والقضاء والمصالح الحكوميه، وهي كالاتي: عمل دورات تدريبيه. الدورات دي دورات صارمه، مفيش حاجه اسمها مش هحضرها، لازم تتحضر. في تعديل السلوك واعاده بناء الشخصيه ومعامله المدنيين، وما هي المهام المطلوبه منك، ايه وظيفتك اللي انت المفروض تعمله. تمام. بغض النظر عن ده كان تخصصك او مش تخصصك، المهم ان انت بقيت في المكان ده. طب دلوقتي ان انا اطردك من المكان عشان انت مش تخصصك، ولا اعلمك الحاجه اللي انت موجود عشان تعملها، اللي انت موجود فيها، المنصب ده بيتعامل ازاي مع الناس. تمام. يعني هنعمل دورات تنميه بشريه عامه ودورات تخصص للمجال ده. الدورات دي هتتم على مدار 6 شهور. بعد ال6 شهور ده هيحصل اختبارات،
والبقاء للمجتهد فقط. ومن هنا على الأقل هنخفض نسبة عدم الأهلية في الأماكن دي بنسبة 50%. مش هقول لك 100% طبعا بعد ما أعمل كده، بس نسبة 50% على الأقل. فساد 50% أحسن من فساد 100%. تمام. تاني حاجة في المصالح الحكومية، همنع استخدام العملة، همنع استخدام الجنيه، همنع استخدام أي عملة مهما كانت. طب امال هخلص الحاجة ازاي؟ ده في رسوم وفي حاجات من هخلصها عن طريق البنك، واجي من البنك بالريسيت أو بالوصل أدخل بيه على الموظف. يبقى كده منعت ان انا اظهر اي عمله ورقيه، عمله في المصالح الحكوميه. يبقى كده منعت الرشوه. واي حد هيكون بالتعامل بالعملات الفلوس يعني في المصالح الحكوميه هتتم قضيه رشوه ليه وللموظف في نفس الوقت. لو قبلها منه، لو اخدها منه هتتم الرشوه ليه، لو ما اتقبلتش المواطن اللي عمل كده اكنه راشي بالظبط. طيب هتعرف ازاي تتعامل تجيب منين الوصل وتعمل الحاجات دي كلها؟ ده دور القناه اللي على الاعلام اللي المفروض ان احنا نتناولها في الاول، لان هي اللي هتقدر تعلم الناس. القناه دي هيتم فيها ازاي ان انا اقدر اروح البنك واقدر اعمل الوصل ده عشان اروح بيه المصلحه الحكوميه اقدمه عشان يقبل الطلب بتاعي. تمام. طبعا هيتم على الانترنت وعلى التلفزيون وعلى الراديو والحاجات دي كلها هيتم نشر جميع الارقام الحسابيه، ارقام الحسابات للتعاملات اللي انا هتعامل بيها في المصالح الحكوميه. مثلا انا رايح اجدد الرخصه بتاعتي، مش هروح ادفع له فلوس 50 جنيه ولا بتاع عشان يخلص لي الحاجات دي، لا، ده في رقم حساب في البنك بتروح له بتقول له انا عايز احط ال 50 جنيه في الحساب ده، بيديك وصل بيه، انت بتروح بالوصل ده للمصلحه الحكوميه اللي انت رايحها، تدي له الوصل، انت كده سددت الرسوم، خلص لك الاجراء بتاعك. ده طبعا مش حاجه جديده يعني، موجوده في دول كتير تاني يعني، بس طبعا بالنسبه لمصر هي حاجه صعبه بس موجوده واتطبقت وفعلا نجحت. تمام. فدي حاجه من الحاجات اللي هنتبعها في المصالح الحكوميه عشان نلغي موضوع الرشوه وفتح الدرج والحاجات دي كلها. تمام. دي بالنسبه للاماكن الحكوميه والحاجات اللي فيها. بالنسبه للطرق والمرور، احنا كده ظبطنا الاعلام، بدانا نخلي دماغ الناس تشتغل، ظبطنا الحكومه، خلينا 50% منها شرفاء او كويسين، مش 100% فسدة يعني. بعد كده هندخل على المرور عشان التنظيم بتاع الشارع يبقى عامل ازاي. من غير شارع مش هقدر اروح الاماكن اللي انا رايحها دي. بناء على الحاجات اللي انا عملتها في التلفزيون وفهمت الناس يعني ايه شارع، يعني ايه طريق، يعني ايه الحاجات دي كلها، هبدا اسن قوانين مروريه. تمام. القوانين المروريه دي هي اللي هتطبق بعد 6 شهور، بس اول 3 شهور منها توعيه فقط في التلفزيون. فين هعدي الطريق، ازاي اعدي الطريق، هعمل حاجه زي كده ايه، افلام جرافيك صغيره كده، ده اماكن تعديه الطريق، دي الاشاره كذا، دي الاشاره كذا، الاشاره كذا للمشاة وكمان للسائق، وازاي ان انا اعدي الطريق، وازاي ان انا المفروض قوانين المرور كلها هتتحط بشكل مجزأ على القناه اللي المفروض تتعمل للناس كلها. اول 3 شهور توعيه، تاني 3 شهور تنفيذ. يعني ايه؟ يعني المفروض ان انا هحط اشارات مرور للسائق واشارات مرور للمار او المشاة. طبعا ما فيش حاجه اسمها كده، انا ما اعرفش الحاجات دي كلها في مصر، انا عرفتها لما بدات ان انا اروح دول تانية يعني. فانا هعرف الناس بيها واعرف اللي دي اشاره مرور للمشاة، لما تبقى باللون الفلاني تعدي، لما تبقى باللون الفلاني ما تعديش، والاماكن دي شكلها كذا كذا، خدود بيضاء على الارض وحاجات من دي كلها. طبعا في المرور لازم ان انا هخصص محطات خاصه للاتوبيسات وللنقل الجماعي، مفيش حاجه اسمها من اي مكان اشاور وخلاص، عشان حركه التنظيم المرور تبقى افضل. هيتحدد حاره للنقل الجماعي في الطريق، مفيش حاجه اسمها يمشي ما بين العربيات بالشكل ده، هو ليه حارته اللي يمشي فيها، والحاره دي ممنوع ان انا اعدي فيها كسائق عادي غير لما انا هاخد ملف فقط. الحاجات دي كلها المفروض تتعدل وتتحط للتوعيه الاول 3 شهور، وبعد كده ابدا انفذها، لان انا لو دلوقتي حطيت اشاره مرور هتتسرق. لكن لما انا اوعي الناس الاول 3 شهور، حاجه زي افرمت دماغها يعني، ابدا ان انا اعلمها الحاجه دي، وبعد كده احط لها الحاجه مده 3 شهور تنفيذ، ان انا ابدا احط الاشارات وادهن الطريق واعمل الحاجات دي كلها، وبعد ال3 شهور التانيين دول هبدا انفذ القانون وبدون رحمه. يعني اللي انا هيتنفذ، عديت الطريق من المكان ده عليك غرامه وهتدفعها والحاجات دي كلها. طبعا دفع الغرامه برده هيتم مش بفلوس، لان يعني انا هقدر ارشيه واقول له خد ال 10 جنيه ال 50 جنيه دي وعديني، لا، الغرامه بتتم عن طريق
بنك. يعني هو بيديك الاستماره او الغرامه وانت بتدفعها عن طريق بنك، مالوش دعوه، هو مش هياخد فلوس منك، ولو تم ضبطه بفلوس يبقى هو اللي عليه الوزر، يبقى هو مرتشي برضو زي ما انت راشي بالظبط. تمام. طبعا كل تجديد الرخص مش هتتم غير بإعادة الامتحان مرة أخرى. كل اللي هيجي يجدد رخصة عندي لازم يعمل امتحان مرة تانية، لأن أنا معرفش هو كان عمله إزاي الأول. طبعا لازم يتم تغيير امتحانات المرور دي كلها، لأن ده مش امتحان مرور اللي أنا أعدي بين الكونزات رايح وجاي وخلاص، ده مش امتحان مرور، لازم امتحان مرور صحيح، لازم مدرسة تعليم صحيحة لمدة 3 شهور على الأقل، وليكن شهر، بلاش احنا مصريين الناس أذكياء وبتتعلم بسرعة، شهر مفيش مشكلة، بس المهم يكون في مدرسة تعليم، يعني إيه أمشي على طريق. بعد كده ابدا اديله الرخصه بتاعته. اللي جاي يجدد الرخصه هعمل له اختبار، بلاش يدخل المدرسه لان هو خلاص دخل مدرسه الحياه، هيخرج هيعمل له اختبار ان هو يعديه، لو ما عداهوش ملوش رخصه، ملوش قاعده تاني. تمام. ده لكل الفئات، ملاكي، ميكروباص، اتوبيس، نقل عام، كل الحاجات دي كلها، اللي جاي يجدد رخصه عربيه واللي جاي يجدد رخصته ذات نفسها برضه. تمام. انا تجديد رخص دي طبعا ما فيش حاجه اسمها سواق من غير رخصه وسواق من غير الحاجات دي كلها ما تنفعش، مش هتمشي، لازم يتطبق كويس جدا ويبقى في اللجان دي ماشيه بشكل صحيح. تمام. ده بالنسبه للطرق. بالنسبه للتعليم، بالنسبه للتعليم، التعليم من يوم ما التعليم الخاص دخل في مصر وهو بوظ الدنيا خالص. انا اشتغلت في اماكن خاصه كتير، تعليمها حلو، بس في نفس الوقت بخلي التعليم الحكومي فاشل. فانا المفروض ان انا اخلي التعليم كله حكومي بشكل التعليم الخاص، يعني الغي التعليم الخاص واخليه حكومي فقط، واخلي المدرسين الكفء اللي بيدرسوا في الاماكن الخاصه يدرسوا في المدارس الحكوميه، يبقى كانت استفدت بخبرتهم دي عندي، مش ان انا حطيته في المدارس الخاصه وخلاص. طبعا مرتبات الاماكن الحكوميه المفروض تتساوى، انا اعرف مدارس خاصه اقل اجر من الاماكن الحكوميه وكفاءات احسن من الاماكن الحكوميه، يبقى الموضوع مش موضوع مدرس وكفء والحاجات دي، يبقى وحد التعليم، اخليه كله مدارس حكوميه بتقدم اللغات، بتقدم تعليم كويس جدا، جوده التعليم عاليه جدا. طيب ازاي اعمل جوده التعليم دي اللي موجوده في المدارس بقى الحكوميه، اللي هي كلها تبقى حكوميه خلاص، المدارس والجامعات والحاجات دي كلها. الجامعه، طيب انا المفروض ادخل هندسه وما جبتش المجموع بتاع الهندسه، فادخل جامعه خاصه بالمجموع ده. لا، تدخل جامعه حكوميه بالفلوس اللي هتدفعها للجامعه الخاصه، عادي جدا وموجوده في جميع الدول. هدخل الجامعه الحكوميه مع الناس اللي جايبين مجموع عالي زيهم، بس بالفلوس اللي انا كنت هدفعها في التعليم الخاص. طيب كده مفيش مساواه، ازاي دخل ده بفلوس ومش عارف ايه؟ دي هتفيده في حاجه من الاثنين، حاجه يا هيدخل وهيسقط ومش هيكمل وهيبقى دافع فلوس للدوله، يا هيدخل وهينجح وهيبقى متميز لانه دخل في وسط متميزين، مش وسط الناس اللي جايبين نفس مجموعه في الكليه الخاصه. يبقى كده احنا ضربنا عصفورين بحجر. ليه؟ نمينا الراجل اللي كان ناوي يفشل وهيدخل جامعه خاصه مع الناس اللي زيه، او هو سقط ما كملش، هيعمل ايه؟ يدخل بقى حرفه تانية، يدخل يتعلم حاجه تانية، ما هنجحوش، مش عشان دفع فلوس ينجح. تمام. طيب بالنسبه للي شغالين في العمليه التعليميه، اول حاجه طبعا لازم اغير المناهج واستعين بالمناهج اللي بتدرس في الاماكن الخاصه، زي الدبلومه الامريكيه والدبلومه الانجليزيه، الحاجات دي كلها طبعا احنا عشان معرفش ليه موجوده عندنا في مصر، المفروض يبقى عندنا الدبلومه المصريه بتاعتنا العاديه خالص، بس بشكل نظيف، بالشكل اللي بتدرس في الاماكن الحكوميه التانيه دي، الاماكن الخاصه التانيه دي. تمام. تغيير المناهج كلها بما يتماشى مع التعليم اليومين دول، التعليم الحالي في جميع الدول. مش هادرس في مصر واجي اطلع في دوله تانيه لان ايه الحاجات اللي انا اتعلمتها دي، ده اتعلموها هناك من كام سنه، من كام قرن مش كام سنه. تمام. اول حاجه هنعملها للمدرسين او اللي قائمين على التعليم في المدارس او في الجامعات، عمل دورات تدريبيه برضو، لان مفيش حاجه اسمها هاجي احاكمك من غير ما اعلمك، لازم اعلمك الاول وبعد كده اجي احاسبك. دورات تعليميه، الدورات دي بتبقى فيها برضو تنميه بشريه، علم نفس، وطرق تدريب وطرق تدريس وطرق معامله، طرق تدريس حديثه. ولازم ادرس خصائص المرحله اللي انا بدرسها، يعني انا مدرس ابتدائي لازم ادرس مراحل النمو للمرحله دي وخصائص بتاعتها، اولى ابتدائي، ثانيه ابتدائي، ثالثه ابتدائي لغايه سته ابتدائي وهكذا. لازم اعرف الطفل اللي انا بعامله ده بيفكر ازاي، مش ان انا بدخل اديله منهج وخلاص، لا لازم اعرف، لان هعامله بمخه. ده لازم ان انا اعمله للمدرسين اللي بيعاملوا الاطفال. وبعدين هعمل دوره تدريبيه للمناهج الجديده ليهم.
يبقى انا كده علمتهم تنميه بشريه والحاجات دي كلها، وده هيبقى ممكن في منه جديد عليهم وفي منه هم اخدوه في الكليه بس نسيوه. بننمي مهاراتهم، بنعلم الناس اللي ما عندهاش المهارات التنميه البشريه دي اعلمها لهم. المنهج سهل لان انت كده كده دارس في الكليه، انت تخصصك يعني انت مدرس، انا ما بعلمكش حاجه جديده، بقى اقول لك المنهج الجديد بس، فانت بتاخده تبدا تشوف الاسلوب اللي هينفع معاك ايه عشان تدرس بيه، وتدرس المنهج ده باسلوبك انت، بالتنميه البشريه بطريقه التدريس الحديثه، مش باسلوبك انت اللي هو القديم، ما ينفعش. آه بعد 6 شهور من الدورات التدريبيه دي هبدا احط لك امتحان. بعد الامتحان ده برضو مش هيكمل غير الكفء فقط، الباقي بره. في ناس عندي كتير عواطليه، منهم الكفء، منهم اللي ممكن يشتغل مكانك، فانت لما ما تنجحش في الامتحان ده تطلع بره وغيرك يجي اللي هو كفء اللي يقدر ياخد الحاجه دي. والدورات التدريبيه دي مش هتبقى للمعلمين فقط، هتبقى للمعلمين واللي عايز يشتغل معلم او اللي عايز يشتغل في المهنه دي من بره، هيدخل وهيمتحن. المعلم اللي موجود في المنصب ده هيمتحن، سقط طلع، دخل واحد مكانه من الناس الباقيه، من الناس اللي جايه من بره. تمام. مفيش حاجه اسمها اجازه صيف اقعد في البيت، تعالى امضي وامشي، تعالى امضي كل اسبوع، الحاجات دي كلها مفيش كلام اسمه كده. انت ليك اجازتك السنويه الطبيعيه خالص هتاخدها فوق راسنا من فوق اكيد، بس الاجازات نص السنه واجازات الصيف هيتعمل فيها دورات تعليميه للطرق الحديثه، يبقى انا كده بشغلك على طول، بخليك تنمو على طول. سقطت وبعدين في امتحان بعد كمان الدورات دي، يعني كل سنه هتعمل دوره تدريبيه وبعدها امتحان. سقطت بيحصل لك حاجه من الحاجات بقى الكتير اللي موجوده في القانون، اللي هي مثلا ما تترقاش، يتخصم من مرتبك، تنزل درجه، الحاجات دي كلها اللي هي في العقوبات. طبعا الحاجات دي كلها احنا مش بنقدر الشعب، يعني مش هخليك تبقى مخنوق وقرفان من القوانين الجديده وان انا بعلمك وان انا بمتحنك وكلام من ده، لا، ده انا هخليك دايما عندك عزيمه وعندك شغل، خليك دايما فايق، دايما منشط مخك، دي حاجه ليك انت مش حاجه ليا انا، انت اللي هتنمي دماغك، انت هتنمي تفكيرك، فدي حاجه ما ينفعش نختلف عليها. التنميه هتحصل كل سنه، وده اللي هيطورك واللي هيطور البلد كلها، يعني التطوير مش هيتم من اللي هيجي يمسك يقول لك انا متطور فخلاص كده البلد اتطورت، لا، لازم اطور كل الناس اللي موجوده معايا. تمام. بالنسبه للصحه، بالنسبه للصحه العيادات الخاصه فاشله فشل ذريع، ما ينفعش انها تتم خالص. مفيش حاجه اسمها الدكتور اروح ازوره، انا عايز اكشف عظام، اروح ازوره عايز اعمل اشعه، اروح اعمل اشعه، طب انا مكسور ومش شايلني اروح اعمل اشعه فين؟ انا جاي مستشفى، عايز اجي مستشفى هاخد الحاجه كامله. العيادة الخاصة بدفع فيها فلوس، طيب طب ما احط الدكتور ده في المستشفى عندي وادفع فلوس مع الحاجات التانية اللي انا ما بدفعش فيها فلوس، يبقى اخلي فيه حاجة زي ايه اللي هي درجات للمستشفى. المستشفى اللي هي الحكومي اللي هي للمواطن الغلبان اللي هو بياخدها من الضرايب اللي بيدفعها والحاجات دي كلها، ومستشفى للشخص اللي عايز يدفع فلوس يروح يدفع فلوس فيها، مفيش مشكله خالص. بس ما ينفعش ان انا احطها كده اي حد يفتح عياده يحط لي يافطه بره ويشتغل دكتور وفوق راسي وكفء كويس وتمام، بس ما ينفعش يبقى بالشكل ده، لازم يبقى مقننه شويه. ممكن تتفتح حاجه مراكز طبيه شامله، يعني ايه؟ يعني المركز ده شامل مركز عظام، مركز بطنه، مركز كذا، هدخل فيه اخد الخدمه كامله، وطبعا على تحت اشراف من وزاره الصحه واشراف من خبراء وزاره الصحه، مش بس مجرد روتين ان انا بروح اشيك وخلاص، لا، لازم يكون تشيك صح، اشيك صح. الحكومه بقى المستشفيات الحكومي هتبقى بنفس الدرجات كلها، نفس بتقدم نفس الخدمه، بس الفرق اللي فيها ان دي بفلوس ودي من غير فلوس. ده راجع لدرجات الشعب او للشخص اللي رايح يكشف دمي، ما ينفعش احط للرؤساء والشغالين في قطاع في قضاء الدوله وكده في اماكن عاليه واماكن نظيفه ومجانا، وفي الناس الغلبانه في اماكن مش نظيفه ومش مجانا. ما ينفعش ان احط الحاجات دي، لازم تتعاد تاني من اول وجديد وتحط لها درجات عادله. تمام. حبيت ان انا اقول الافكار اللي عندي دي، انا كنت عايز اقولها بشكل تاني بس لقيتها مش هينفع، لازم اقولها بشكل ايجابي. يا ريت تبقى دعوه للناس كلها انها عندها فكره، بلاش تدخل تتريق، ادخل قول الفكره بتاعتك، ممكن توصل، ممكن يتعمل بيها، خليك متفائل، ممكن تحصل. انا مش قاعد في مصر وبقول الافكار دي، ممكن الفكره تتعمل، لان ممكن يجي لي يوم ارجع مصر تاني، انا ما اعرفش بكره في ايه، اهلي قاعدين في مصر فلازم يتعاملوا معامله حلوه، فانا عندي الافكار دي قلتها، ممكن تكون غلط، ممكن تكون صح، ممكن ينفع تعمل بيها،
مفيش مشكله. عندك افكار تانية اكتبها في الكومنت تحت. لو انت خايف، لو في حاجه ممكن تحصل لك، تخاف من ايه؟ مفيش حاجه هتحصل، بدل بتقولها باحترام. على ما اعتقد مفيش اي حاجه هتحصل لك. ارجو الافكار دي تكون فعلا صحيحه. ارجو من جميع اصدقائي اللي شغالين في قضايا الدوله، اللي شغالين في ضباط اي حاجه من المناصب دي، يا ريت توصل الفيديو ده، يا ريت تشيره، يا ريت توصله لناس تانية اعلى منك واعلى مني. ممكن توصل لحد عالي في الدوله يقدر يستخدمها، مش كلها، يقدر يستخدم حاجه منها، يقدر يناقش فكره من الافكار اللي اتعملت دي وتستخدم بالشكل الصح تحت اشراف خبراء. اي حد عنده افكار تانية وخايف يقولها في فيديو ممكن يكتبها لي على الخاص، وانا هنشرها في فيديو تاني باسم انا. بقى هقول في شخص اللي قالها لي بس مش عايز يقولها. أه واتمنى كل الناس تبقى بايجابيه، بلاش نشارك بسلبيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.